يلا بينا نعمل فطير سريع. في 10 دقايق كده هتعملي الفطير، وزي ما انتوا شايفين كده مورق وزي الفل. اول حاجه نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا الفطير مورق ازاي، مش هياخد معاكي 10 دقايق وانت بتشكليه. طبعا كالعاده واقفين جنبي، طبعا عايزين يدوقوا الفطير الاول. اول حاجه استخدمنا النهارده كيلو الا ربع من الدقيق. هيعمل معايا قد ايه؟ هيعمل معايا 4 فطاير زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. تعالى بقى نشوف المقادير اللي موجودة في كل بيت اللي هتخليكي تقومي دلوقتي تعملي الفطير ده في 10 دقايق. طبعا هتعجيني وتسيبيه يستريح كده في 10 دقايق، وبعد كده تقومي ايه مشكلة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. معايا كيلو الا ربع من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، معلقتين من السكر، معلقة من البيكنج باودر، وهي رشة من الفانيليا. هحطها دلوقتي قدامكم، او كيس من الفانيليا. وعندي هعجن بميه، عايز تعجني بلبن عجني. تمام، ده فطير سريع كده، واللبن ده حاجه هتخلي الفطير معاكي طعمه حلو. تمام، زي ما انت شايفه كده نزلت كل المواد الجافه، قلب تقلبتين وبعد كده انزل بالميه، ميه عاديه خالص. طالما مفيش خميره يبقى نعجن بميه. تمام، نعجن بميه عاديه خالص. اقعد هدلق بقى شويه بشويه كده لحد ما العجينه تتلم معايا زي ما انت هتشوفي كده. طبعا العجينه دي ما بتحطلهاش خميره وما بتحطلهاش زيت ولا اي حاجه، بتتفرد بس بالسمنه او زبده او حسب ما انت عايزه. ممكن تفرديها كمان بزيت. عملنا قبل كده فطير في الطاسه بالزيت، طلع خفيف خالص ووريتهولكوا. وعملنا الفطير المقلي لو انتوا فاكرين، كان احلى. بصوا اخف فطير، ما كانش شارب زيت اصلا. تعالوا مع بعض بقى نشوف كده العجينه بعد ما اتعجنت عامله ازاي. عفوا، هعمل العجينة النهاردة هقسمها على 3 كور بس. وانا بشكل هقسم الفطيرة الكبيرة دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي 2. دي كل كمية العجينة بالشكل ده زي ما انت شايفة، مش بتلزق. هعمل الكرة الاولانية كده بالشكل ده. طبعا مدهنة الطبق زيت. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده مقاس الفطيرة سهل يعني، حلو يعني، يكفي. الفطيرة الكبيرة اللي شايفينها الاخرانية دي هقسمها 2 وانا بشكل. هدهنه بقى زيت كده او سمنة وهغطيه بالشكل ده. وتعالوا مع بعض نشوف لما ارتاح هنيجي نفرده ازاي. اسهل طريقة لفرد الفطير. بصوا لو انتوا واخدين بالكم الفطير ما بيرجعش تاني بعد ما بفرده. يعني حلوة الفطيرة طرية وبتروح يعني ايه. بصوا العجينة مستريحة معاكي، هتديكي نتيجة كويسة بالشكل ده. هجيب بقى المردانة دي او النشابة ايا كان اسمها، هفرد بقى على قد ما اقدر كده. بص انا عايزه سمك بسيط خالص، عايزه سمك ما يبانش. كل ما يعني ما بتفردي العجينه هتديكي توريقه حلوه. انا هنا حسيت ان العجينه لزقت معايا، فابتديت ان انا ارفع كده زي ما انت شايفه، وارش شويه دقيق بالشكل ده كده. خلي ايدك سريعه كده على الفطير او العجينه نفسها علشان ما تلزقش معاكي، وخليها كلها سمك واحد بالشكل ده. يعني مش تاخدي دقايق لما تفردي الفطير زي ما انت شايفه كده. بص انا بوريكم السمك بتاعها عامل ازاي، خفيفة قوي. هنجيب بقى هنا معلقتين من الزبدة بالشكل ده كده، هندهن الفطيرة. وبعد كده هنطبقها تطبيقة سهلة جدا، مش هتخليكي بصي تتعبي في فرد ولا اي حاجة، ولا تطبقي واحدة جوا واحدة ولا اي حاجة. تعالوا نشوف هنطبقها ازاي. ادهني بس اهم حاجة الفطيرة كويس كده، لان احنا طبعا الفطير ما بتحطلوش مادة دهنية وهو بيتعجن. فالمادة الدهنية اللي بتبقى موجودة في الفطيرة عامة هي وانت بتفردي بس.
زي ما انت شايفه كده. دي اللي بتدي التوريقه بتاعه الفطير. تمام. حاولي على قد ما تقدري الفطيره ما تبقاش مكلكعه او فيها حاجه، خلي بالك. بصوا بتمط العجينه ازاي، معنى كده ان العجينه ناجحه 100%. انا هنا نسيت ادهن سمنه تاني، زبده يعني، فابتديت ان انا ادهن كمان وش زبده كده بالشكل ده علشان تدي توريقه معايا بين الطبقات بالشكل ده كده. كل ما تدهني زبده او سمنه وتطبقي الفطيره كده او العجينه بتاعتك، هتدي طبقات معاكي وتوريقه كده للعجينه. تمام بالشكل ده كده. عجني بقى العجينه كده زي ما انتوا شايفين، روميها بقى تتنيها براحتك. اهم حاجه زي ما انت شايفه كده بحاول يعني اطلع الحروف كويسه. بصوا كده انا ايديا طويله، قسمتها نصين بالشكل ده زي السينابل كده. اسيبها بقى تستريح كده عشان تتفرد معايا بكل سهوله. طبعا لو دوست عليها دلوقتي مش هتلاقيها تتفرد معاكي، ولو اتفردت هتلاقيها لمت تاني، فده عشان مش مستريحه. دهنت الصاج زيت بالشكل ده او سمنه. انا دهنت سمنه هنا، ودي اول واحده عملتها بعد ما خلصت الكميه كلها. عملت الكميه بنفس الطريقه، بس ما قسمتش العجينه من النص لان طبعا الفطيرتين التانيين صغيرين، حجمهم صغير. ده كان اللي هي حجمها كبير، هي دي اللي كانت طويله شويه فقسمتها نصين. تمام. زي ما انت شايفه كده بحاول على قد ما اقدر ابين الرقات اللي في الفطيره من النص، واضغط بالراحه كده. واهم حاجه ما تضغطيش جامد، وما ما تخليش العجينه رقيقه خالص عشان ما تبقاش ناشفه معاكي بالشكل ده كده. بحاول يعني ادوس على قد ما اقدر. لو لقيتها بتلم معايا ومش مستريحه باجي آه بسيبها شويه واقوم جايه فرداها. دخلت الفطير الفرن ورجعت بعد كده زي ما انت شايفه كده. بصوا بتكسر لوحده. انا اوريكي بقى الرقات اللي في قلب الفطيره من جوه. انا طبعا جبت اللي من تحت لان اللي تحت كانت بارده شويه عن اللي فوق. بصوا بقى تورقات العجينه عامله ازاي، خدتش وقت خالص. زي ما انتوا شايفه عجنت العجينه، وقبل ما اسيبها تستريح قسمتهم لثلاث كور وسبتهم لمده 10 دقايق. وبعد كده جيت فردتهم زي ما انتوا شايفه كده. بعد الفرد 10 دقايق تانيين وسخنت الفرن ودخلت اول فطير. طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجه كده مورقه ومن جوه. لو هو مثلا مش مورق هتلاقيه معجن ومش باين الطبقات لازقه ببعضها، لكن ده زي ما انت شايفه كده الطبقات مورقه معاكي وقرمش من بره وطري من جوه. ودي احلى حاجه. قدمته النهارده مع عسل وطحينه زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقولك العيال لازقين طريقه فيا في المطبخ علشان يذوقوا الفطير زي ما انتوا شايفين كده. عبد الرحمن دلوقتي على اول فطيره دي قطعناها وبهدلناها دي. ونشوف اللي من تحت دي اللي هي سخنه فبتستحمل اشيلها على ايدي. بصوا ورق ازاي سخنه. كيلو الا ربع دقيق عمل لي الاربع فطاير زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مورقه ازاي، حاجه نظيفه وسهله وسريعه كده في البيت. لو جعانه كده او ملكيش نفس الاكل وعايزه تفطري بيه الصبح، هتقومي قبل يعني الصبح كده قبل ولادك بنص ساعه هتعمليه. لو عايزه تعملي بيه الليل برضو نفس الحكايه، نص ساعه وهتلاقي نفسك عملتيه، مش هياخد معاك اي وقت خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون دفعه خفيفه عليكم. وزي ما انتوا شايفين كده الفيديو سهل وبسيط جدا ومفيش امكانيات فيه خالص، يعني حاجه بسيطه. شويه سكر وشويه ملح وشويه دقيق هتعملي احلى فطير. و ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يعجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.